لما يخونك الشخص اللي أمنته على روحك، بتكتشف إن أقصى وجع مش وجع الأيام، وجع اللي بيبقى أصعب وقت لما تقع الأقنعة بتاعت أقرب الناس ليك اللي باعوك عشان مصلحتهم. فهل الحب غباء بيخلص على صاحبه، ولا قلوبنا الطيبة هي اللي دايما بتدفع التمن بسبب طيبتها؟ في أوضة بسيطة على قد حالها كانت قاعدة وبتخبي ورا عيونها الساكنة بركان من الدموع والوجع قبل ما توريه للناس. ملامحها فيها جمال هادي وساحر، بس نظرة الكسر والجرح اللي في عينيها كانت أكبر من سنها بكتير، كأنها شايلة فوق كتفها سنين من خيبة الأمل. ميسة بتكلم نفسها بصوت مهزوز ودموعها محبوسة في عينيها. يعني إيه يروح يخطب غيري علشان أمه رفضتني، وعلشان أنا على قد حالي للدرجة دي شايفني قليلة؟ يعني سنين الحب اللي بينا دي كانت إيه؟ مجرد تسلاية، ولا كنت مجرد محطة عبور في حياته لحد لما يوصل للي هو عايزه ويرتاح؟ الوقت ده رن الموبايل وكانت نور. ميسة ردت عليها وقالت: أيوة يا نور، عاملة إيه يا حبيبتي؟ ميسة، انتي سمعتي اللي حصل؟ ميسة وهي بتهرب من الحقيقة وصوتها بيترعش: سمعتي ايه؟ ما تقلقيش يا نور، أنا كويسة تماما، مفيش حاجة مستاهلة إني أزعل عليها. متأكدة يا ميسة إنك كويسة؟ ده خطب يا بنتي رسمي من يومين، وأهل خطيبته نزلوا صورته معاها في كل حتة حتى على الفيسبوك. وبجد أنا مش مصدقة إيه اللي عملوا فيكي ده بعد كل اللي ضحيتي عشانه. ميسة سكتت لحظة كأن صعقة نزلت على دماغها، وبعدين ضحكت ضحكة ميتة مكسورة. طب كويس، ألف مبروك. انتي ايه اللي مزعلك بجد؟ بجد هو كان إنسان واطي وما يستحقش أي حاجة، فما ينفعش نزعل عليه. انتي بتهزري؟ انتي كويسة؟ ايه البرود والجمود اللي انتي فيه ده؟ انتي بتدمري نفسك من جوه. ميسة ودموعها نزلت غصب عنها وهي بتحاول تكابر وبتقول: اه، كويسة جدا. يعني هو حر، وأنا كنت عارفة إن أمه من البداية مش عايزاني ومستقلة بيا، بس كنت واهمة نفسي إنه ممكن يتمسك بيا ويقف قدامي الكل عشاني. بس للأسف ندل جدا وخسر ثقتي، وما كانش قد كلمة بحب اللي كان بيحلف بيها. سكتت نور بحزن وهي مش عارفة تلاقي كلمة واحدة تطبطب بيها على قلب صاحبتها المكسور. بقولك ايه يا نور، اقفلي دلوقتي، عندي شغل كتير على اللابتوب لازم اخلصه، ونتكلم بعدين. يلا باي يا جميل. قفلت المكالمة بسرعة وسابت الموبايل على المكتب وقعدت تعيط بحرقة وانهيار. طب لو كان بيحبني بجد زي ما كان بيحلف، ليه سابني بالسهولة دي؟ ليه ما حاولش يقنع أمه وأهله؟ ليه ما استناش شوية يمكن يقدر يجمع نفسه وما كانش كسرني الكسرة دي؟ ليه رخصني بعد ما كنت أغلى حاجة عنده؟ عدى أسبوعين من العذاب النفسي والسكوت. ميسة كانت بتحاول تخرج من قاع الاكتئاب اللي اتدفنت فيه. نزلت شغلها في شركة الاستيراد والتصدير، وكانت بتشتغل وتذاكر ليل ونهار كأنها بتعاقب نفسها ومش عايزة تريح نفسها دقيقة واحدة عشان ما تفكرش. بس كان جواها حتة اتحرقت وبقت رماد. وفجأة وهي قاعدة لوحدها في شقتها الهادية التليفون رن. بصت على الشاشة، لقت الرقم اللي ظهر قدامها، وكأن صدمة كهرباء مشيت في جسمها كله. ياسر. قلبها دق بعنف لحد ما كان هيقف، وإيديها كانت بتترعش وهي ماسكة التليفون مش قادرة ترفعه لحد ما ردت بصوت مخنوق. ميسة بصوت واطي ومهزوز ودموعها نازلة بغزارة: ألو، ازيك يا ميسة؟ ميسة جمدت قلبها وقالت ببرود: كويسة الحمد لله. في حاجة؟ ماما توفت يا ميسة. سكتت لحظة واتخضت، وبرغم كل الجرح والخيانة وجع الموت ما منعش قلبها الطيب إنها تتأثر وتتوجع عشانه. البقاء لله، ربنا يرحمه ويصبر قلبك يا رب. أنا محتاجك يا ميسة، أنا تعبان قوي ومش لاقي حد جنبي. ميسة ردت باستنكار وغضب: محتاجني بعد ما بعدتني وخطبت واحدة تانية علشان ترضي والدتك؟ ياسر بصوت مكسور كأنه بيشحت رضاها: ما كنتش قادر أكسر كلامها ولا أقف قدام وصيتها، بس والله العظيم قلبي عمره ما حب غيرك. انتي حبيبتي وروحي وكل حياتي. أنا حسيت إن روحي اتسحبت مني
يوم ما سبتك والله يا ميسة، بس انت اخترت تريح نفسك، مشيت في طريق تاني وسبتني أغرق في بحر وجعي لوحدي. جاي دلوقتي تفتكرني وتعيطلي؟ أنا غلطان واعترف بحقارتي، بس الظروف كانت فوق طاقتي، وأنا دلوقتي راجعلك بندم الدنيا، بطلبك تقفي جنبي وتسامحيني، لأني بجد مش قادر أعيش من غيرك ولا أستغنى عنك. أسامحك؟ على إيه ولا إيه؟ على إنك كنت بتقولي بحبك ليل نهار وفي نفس الوقت بتجهز لخطوبتك من واحدة تانية، وأنا عرفت بالصدفة زي الغريب. بصي، أنا عارف إنك لسه زعلانة وإني أستاهل كل اللي انتي بتقوليه، بس والله بحبك، وعلشان كده يوم ما فكرت أعمل مشروع خاص بيا جيت لأنك الشخص الوحيد اللي أثق فيه، عايزك تكوني شريكة فيه زي ما كنت عايزك شريكة في حياتي، شاركيني في كل حاجة، وفي الوقت ده يمكن قلبك يسامحني ونرجع نقرب لبعض تاني. ميسة فتحت عينيها بذهول واستغربت وقالت: مشروع؟ هو ده كل اللي همك؟ انت مش جاي تقولي بحبك ولا راجعلي عشان وحشتك، انت جاي علشان المشروع والفلوس؟ كده بانت حقيقتك القذرة، انت عمرك ما حبيتني، انت بس بتستغلني. ياسر بتوتر وخوف: لا والله ابدا، بس انا عارف ان معاكي شهادة استثمار وفي ايدك فلوس ويمكن تقدري تساعديني. انا مش محتاجك عشان فلوس، انا محتاج سند، وانتي اكتر حد كان سند ليا. ايه رأيك؟ ميسة وصوتها بيترعش من القهر: يعني بعد ما بعتيني عشان كلام امك، ودلوقتي لما اتزنقت في قرشين ومشروع افتكرتني وجيت ترجع علاقتك بيا؟ ايوه كده، اخيرا وقع القناع وظهرت على حقيقتك. ياسر بصوت هادي متمسكن: أنا كنت غبي وعمري ما قصدت أوجعك، بس حبيت أبدأ من جديد معاكي، مش عشان الفلوس والله، عشان حبي ليكي. طب وخطيبتك الغلبانة اللي لبستها الدبل؟ هي بنت كويسة، ومع الوقت هتفهم إن قلبي ليكي انتي بس، في الوقت الحالي مش هينفع أسيبها عشان ما أجرحهاش قدام الناس. ميسة ردت بانهيار وغضب طفحي: خايف على مشاعرها؟ ما خفتش لحظة على قلبي اللي اتحرق؟ مش عايز تسيبها عشان خايف من كلام الناس وشكلك قدامهم؟ بطل كدب بقى، أنا شبعت من كدبك وتلونك ده، من يوم ما رحت خطبت ولبستها الدهب وصوركم مالية السوشيال ميديا والناس كلها بتحكي على حبكم الوهمي، جاي دلوقتي تقولي قلبك مش معاها وعايزني أصدقك زي الهبلة؟ عشان خاطر اديني فرصة تانية وأنا هثبتلك إنك أغلى حاجة عندي في الدنيا. سيبها على الله يا ياسر، أنا مش عايزة أتكلم في الزفت ده تاني، لو سمحت اقفل وما تتصلش على الرقم ده تاني، حتى لو اتصلت أنا هعمل لك بلوك. وأنا مستنيك يا ميسة، وهفضل ألف حواليك لحد ما تحس بجد بندمي وتسامحيني لأني بحبك. ولو عملتيلي بلوك من الرقم ده هشتري 100 خط وهكلمك برضو. قعدت ميسة تفكر وعدى أسبوع كامل على المكالمة دي وهي لسه ما ردتش عليه بحرف، ولا وافقت تشاركه ولا قبلت تشوفه. كانت كل يوم تكتب وجعها في دفاترها وتحاول تفهم هي ايه حكايتها مع الوجع ده، بس الأسوأ إنها ما كانتش عارفة هي موجوعة أكتر من إنه خانها، ولا علشان هو عايز يستغلها وياخد منها فلوس. وأكتر حاجة مضايقاها لسه حاسة بحنين أعمى ليه جواها. في يوم كانت قاعدة في الكافيه الهادي المفضل ليها في حي المعادي، قدامها اللابتوب بتراجع تفاصيل مشروعها الصغير اللي بتبنيه واحدة واحدة وهتخليه أونلاين لملابس الأطفال الجاهزة. دخل شاب وسيم بملامح راقية وهادية، بص حواليه بإعجاب لحد ما شاف ميسة قاعدة لوحدها، فقرب بخطوات ثابتة وابتسامة دافية: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا بشوفك هنا كتير من زمان، بس بقالي فترة ملاحظ إنك غايبة ومش بتيجي زي الأول، كنت دايما تقعدي على الترابيزة دي. خير، حضرتك تعرفني منين؟ وليه بتسألني الأسئلة دي؟ عمر ضحك بخفة وبنت لمعة ذكاء في عينيه: أنا صاحب الكافيه ده، وكنت بشوفك أكتر من مرة وإنتي مندمجة في شغلك، وعرفت من طريقتك حجم طموحك، وحابب إني أكون جزء من نجاحك ده وأشاركك فيه. ميسة بابتسامة خفيفة ومرتبكة: آه،
أهلا بحضرتك، أنا ميسة. وأنا عمر، ينفع أقعد معاكي شوية؟ اتفضل حضرتك. قعد قدامها وبدأوا يتكلموا في الشغل والأفكار والطموحات. كان بيديها طاقة إيجابية واهتمام صادق من غير أي غرض رخيص. حسسها بحاجة كانت فقدها من سنين. بعد ما خلصوا كلام بص ليها عمر وقال: أنا ممكن أساعدك بجد في التسويق والبرمجة لو تحبي، ده مجالي وعندي شبكة علاقات واسعة جدا. هتطير بمشروعك ده السما. يعني هتعمل ده كله ببلاش وانت يا دوبك لسه عارفني؟ طب ليه؟ ايه السبب؟ اشمعنى يعني؟ ويا ترى ايه المقابل اللي انت عايزه؟ بمقابل، بس مش مادي خالص. مش فاهمة. ايه هو المقابل؟ مقابل انك تسمحي لي اكون صديق حقيقي ليكي وأكون سندك. هزت راسها بتردد. كانت خايفة في الأول من أي بداية جديدة، بس شافت في عينيه صدق غريب خلاها تاخد الخطوة وقالت له: موافقة نكون أصدقاء. ومن اليوم ده بدأت حياتها تاخد شكل تاني. بقوا يتكلموا كل يوم ويشربوا قهوة سوا ويضحكوا. وتدريجيا بدأت ميسة تحس بالدفء والأمان اللي عمرها ما عرفته مع ياسر. وفي ليلة بعت لها عمر رسالة: أنا مش عايزة أتعدى حدودي، بس حاسس إن قلبك مكسور وموجوع. ما أقدرش أشوف وجه حد غالي عليا وما ساعدهوش. قوليلي إيه حكايتك؟ فضفضت ميسة ليه لأول مرة. حكت له عن ياسر وخيانته ودموعها نازلة كأنها بتزيح جبل تخين من على صدرها. أنا مش زعلانة إنه حب غيري وبس، أنا موجوعة إنه كان بيكذب عليا، بيمثل إنه بيحميني وهو في الكواليس بيبني حياته مع واحدة تانية عشان فلوسها ومنظرها. مش هلومك علشان حبيتيه، القلوب مش بإيدينا وعالم الحب غدار. بس انتي حد مميز وأكبر بكتير من إنه يستغلك. فكري بعقلك وبلاش بقلبك الضعيف اللي متمسك بأوهام الماضي. ميسة سكتت لحظة طويلة وقالت بصوت مكسور: بس لسه قلبي بيناديله، لسه جواه حنين غبي رغم كل الخيانة. ده طبيعي في الأول، بس الفرق الجذري إنك لازم توقفي المهزلة دي وتعرفي قيمتك الحقيقية. انت إنسانة تستحق اللي يشيلك في عيونه، مش اللي ممكن يبيعك عشان مصلحة أو علشان المظاهر الكدابة. فكري في نفسك، انت تستاهلي تكوني مع حد يقدرك. حاضر يا عمر، هحاول أفكر بعقلي وأدعي ربنا يشيله من قلبي للأبد. إن شاء الله خير. يلا ركزي في شغلنا عشان المشروع هينطلق قريب وهنكسر الدنيا. تاني يوم الصبح التليفون رن وكان ياسر. ازيك يا ميسة، عاملة ايه؟ ميسة ردت عليه بصوت ثابت: الحمد لله تمام يا ياسر، أنا مش هقدر أعيش من غيرك. ارجعيلي خلينا نكمل حياتنا سوا زي ما وعدتك. للأسف يا ياسر، اللي اتكسر ما بينا مستحيل يتصلح تاني. حكايتنا انتهت. جني جنون ياسر وقال لها بصوت عالي: ازاي تقولي كده؟ انت بتحبيني ولا اوعى تكوني دخلتي حد تاني في حياتك عشان تبيعيني؟ مفيش حد، بس أنا أخيرا فهمت انت عايز تقرب مني ليه. انت راجع عشان مصلحتك وعايز مني فلوس، صح؟ وأنا مش حد غني عشان تستغله. أنا حياتي على قدي. روح شوف حد عايز يصرف عليك زي ما انت كنت عايز. ياسر بعصبية هستيرية: لا مش صح، أنا بموت فيكي، بس مش قادر أزعل أمي وانتي عارفة إن دي وصيتها. لأنك مش راجل. الراجل بجد هو اللي بياخد قرار، مش بيمثل وبيعيش الدور. مش عايزة أسمع صوتك تاني. سلام يا ياسر. رغم قسوتها في الكلام كانت قاعدة لوحدها على السرير بتعيط، قلبها بينزف رغم إن عقلها عارف إنه حقير وطماع. كانت بتقلب في الصور الماضي وصورهم مع بعض في السفر وضحكته المزيفة لحد ما لقت صورة تانية على موبايلها، صورة ليها مع عمر وهي بتضحك من قلبها بجد في الكافيه. ميسة وهي بتكلم نفسها بحيرة: ازاي شخص دخل حياتي صدفة وقدر في أسابيع قليلة بس يمسح دموع سنين ويعمل اللي ياسر ما قدرش يعمله معايا؟ للأسف أنا مش هقدر أثق في حد تاني، وخايفة أكون بظلم عمر وبخليه يكمل الفراغ اللي في حياته. نزلت ميسة بعد كده كالعادة للكافيه
عشان تقابل عمر وتخلص شغلها. مالك يا ميسة؟ حاسس إنك تايهة وموجوعة أكتر من الأول. أنا خايفة يا عمر، خايفة أكون بظلمك معايا وبستخدمك كمسكن لجرح قديم. لو سمحت ابعد عني عشان ما أذيكش. مين قالك إنك بتأذيني؟ أنا اللي مختار أكون جنبك، حبيتيني ولا لأ دي مشكلتك. أنا عايز أفضل سندك وأمانك، ما تشيليش هم حاجة مش بتاعتك. وفي وسط الكلام رن تليفونها، كان ياسر تاني، ورسايل تهديد واتصالات متواصلة من أرقام غريبة. مين ده اللي بيتصل وبيضايقك كده؟ ده ياسر، مش سايبني في حالي وبيهددني، بيقول مش هيسيبني لحد غيره. اديني رقم، والله لا أربيه وأخليه يندم على اليوم اللي فكر يضايقك فيه. لا يا عمر بالله عليك، أنا خايفة يعمل لك مشكلة وتتأذى بسببي. عمر وهو بيمسك إيديها بيطمنها، ما تخافيش طول ما أنا عايش، مفيش مخلوق يقدر يمس شعرة منك. روحت ميسة بيتها وكانت مرعوبة، وتاني يوم اتصلت بصاحبتها فريدة عشان تفضفض لها باللي بيحصل. فريدة بغضب وصراخ، يا بنتي اصحي بقى، اللي شبه ياسر دول مش بيحبوا غير جيوبهم. هو راجع عشان خايف تنجحي مع حد تاني وياخد قرشك، هو إنسان حقير. بس أنا حبيته بجد يا فريدة، الحب مش هبل وذل، الحب أمان وظهر. عمر أجدع وأشرف منه بمليون مرة، وافقي ودي لقلبك فرصة يعيش بجد. وفجأة في نص الليل، الساعة قربت على الساعة 11، سكون الليل اتقطع بخبط جنوني على باب الشقة. صوت ياسر بره بيصرخ بجنون، افتحي يا ميسة، افتحي بدل ما اكسر الباب على دماغك دلوقتي، انت بتاعتي مش هسيبك لراجل غيري. ميسة اترعبت وقفت مرعوبة، امشي يا ياسر، انت اتجننت، انا لوحدي في الشقة، مش همشي ولا هسيبك تتهني بغيري. انا شفت الكلب اللي بتتقابلي معاه في الكافيه، نسيتيني بالسرعة دي، والله لأسود عشقكوا انتوا الاتنين. الخبط زاد وبقى يضرب برجله في الباب بعنف كأنه هيخلعه من مكانه. ميسة كانت منهارة، ايديها بتترعش، فتحت الموبايل واتصلت بعمر وهي بتصرخ بصوت مقطوع، عمر الحقني، ياسر بيكسر باب الشقة وأنا مرعوبة وهموت من الخوف. عمر بصوت كله غضب وحزم، 10 دقايق وأكون عندك، اقفلي الباب بالترابيس، ما تتحركيش من عندك. ومفيش غير 10 دقايق معدودة ووصل عمر زي البرق، طلع السلم جاري، لقي ياسر فاقد العقل وبيشم في الباب. هجم عليه عمر وضربه بوحشية وزقه بعيد وهو بيزعق، يا حقير يا مريض، انت بتعمل ايه هنا؟ ابعد عنها يا زبالة، انت مالك ومالي، دي مراتي وملك مش هسيبها للكلاب اللي زيك. مسكوا في بعض بعنف وضرب متبادل، وميسة بتصرخ من ورا الباب لحد ما الجيران طلعت واتصلوا بالشرطة. وميسة اتصلت بفريدة وجت على طول. ميسة فتحت الباب وانهارت في حضنها وهي بتقول، أنا تعبت يا فريدة، مش قادرة أتحمل أكتر من كده. فريدة فضلت تطبطب عليها، والبوليس أخد ياسر والوضع هدي. وكان عمر واقف تحت العمارة مستنيها تنزل مع فريدة، وشه كان مجروح وهدومه كانت متبهدلة، وهو رايح على ميسة وبيقول لها، انت كويسة يا ميسة؟ حصلك حاجة؟ ميسة بصوت واطي ودموعها نازلة زي الشلال، أنا آسفة يا عمر إنك دخلت في مشاكلي، أنا كل ما أقول هبدأ حياة جديدة حاجة تيجي تكسرني. اوعي تقولي كده، أنا فداكي ومش هسمح لكائن حي يأذيكي طول ما أنا في الدنيا. يلا يا ميسة، قعدتك هنا بقت خطر، تعالي اقعدي معايا في بيتي لحد ما نشوف آخرة العذاب ده ايه. لو تحبي عندي مكان آمن وبعيد محدش يعرفه. لا، أنا هروح مع فريدة، كفاية اللي عملته عشان يا عمر، أنا مش عارفة أشكرك إزاي. عمر بصلها وعينيه مليانة حزن، لأنه كان يتمنى تكون حاسة بيه بجد مش لمجرد إنه صديق أو حد أنقذها. مرت الأيام وعملوا محضر عدم تعرض، بس ياسر كان شيطان رجيم، ما بيسيبش فرصة، وكان بيبعت رسائل تهديد وابتزاز وصور قديمة لميسة، وكان بيقول لها إن هو هيدمر لها شغلها. وفي يوم وهي راجعة من الشغل لوحدها، اتفاجئت بياسر طالع زي الغول قدام المحطة، شدها من درعها بعنف وقال بغل، فاكرة إن البوليس هيحميكي مني؟ انت ليا ومش هتبقي لغيري لو حتى على جثتي. ميسة صرخت بوجع، ابعد عني يا حيوان، سيبني. مش هسيبك،
هخربها على دماغك وعلى دماغ الكلب اللي بيحميك. الناس اتلمت والوضع بقى مرعب، وفجأة زي البرق ظهر عمر ونزل بقلم مدوي على وش ياسر وقال بغضب: قلت لك ابعد عنها يا حقير، ولو قربت لها تاني هوديك في داهية. الناس صورت والشرطة جت وانتهى الموقف بإثبات حالة تعدي، بس قلب ميسة كان خلاص داب وبقى تراب. قعدت مع نفسها بتسأل أسئلة بتعصر قلبها: هو أنا غلطت في إيه في حياتي عشان أستحق العذاب ده كله؟ هو أنا قليلة عشان كل اللي أقبله بحبه يوجعني ويدوس على قلبي؟ هو ياسر رجع عشان بيحبني بجد، ولا عشان حقير ومادي مستخسر فيا أعيش حياة كويسة مع حد غيره؟ واللي مضايقني في الوقت اللي ما كانش معايا مليم أما اشتريت شهادة الاستثمار ما كانش بيعبرني أصلا واستقل بيا، ولما الدنيا بدأت تتحسن معايا عايز يستغلني. هو الحب بيتقدر بالفلوس وعمر بيحبني بجد، ولا أنا صعبت عليه؟ السؤال ده محيرني جدا. هو أنا غبية للدرجة دي، ولا الحب هو اللي أهم عيوني عن شياطين البشر؟ وليه البنت لما بتحب بصدق وإخلاص بتدفع ده تمن كسر وخذلان؟ يا رب، هل هيجي يوم أحب بصدق وأتحب بجد من غير ما حد يطمع فيا ولا يكسرني؟ يا ريت تقولولي رأيكم بمنتهى الصراحة. أنا كنت غبية ولا ده قضاء وقدر مكتوب على كل بنت قلبها أبيض ونضيف؟ قولولي أعمل إيه؟ أوافق أقرب من عمر، ولا ممكن يحصل معايا حاجة تاني؟ أنا تعبت، ريحوني لو سمحتوا.